كم من الآباء الآن منسيين؟ من يذكرهم؟ من يذكرهم بالفاتحة؟ من يذكرهم بالرحمة؟ أحيانا إذا يتذكر سالفة عوجة منا كذا يتذكر أبوه، والله أبوه كان كذا، السالفة العوجة يذكرها. أما إذا مثلا موقف كذا يترحم على أبوه. كثير من الآباء منسيين، كثير من الأمهات منسيات، لأنه هو جت الأموال على طبق من ذهب. هذا الأبو كان يتعب ويجمع بهذه الأموال، وفي ساعة من الساعات غادر الدنيا. فهذا الابن المدلل اجت الأموال على طبق من ذهب، بعد عود هم يذكر أبوه، يقرأ له الفاتحة ويقرأ له. لذلك حث الإسلام أنه الإنسان هو يهتم بنفسه، لا يتكل على أولاده ولا يتكل على أبنائه وأحفاده. أنت الآن اعمل لنفسك، اعمل لنفسك، لا تتكل. من الآن توقع الأسوأ، قل بأنه أنا راح أموت وما حد يذكرني بأي شيء. من هسه توقع الأسوأ، من هسه الإنسان إذا فايته واجب يؤدي هذا الواجب، لا يتكل والله إنه أنا مشترك بجمعية، والجمعية هاي إذا متت أنا إن شاء الله راح يصلون عني 2 و3 سنوات و4 سنوات. من يقول الجمعية يجوز بس تتوفى أنت تتهدم الجمعية وذول بالجمعية كلهم يموتون؟ شنو موقفك؟ الإنسان من الآن يتوقع الأسوأ، إذا مات ليس عنده شيء وليس له عمل صالح وراءه، خليه يتوقع. الإنسان الآن شنو جاي يسوي؟